ايه ايه اللي انا بعمله ده؟ مش شغال. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ يعني صحيت، هو مش صراحة مش صحيت النهارده، ولكن امبارح بالليل يعني بفتح التطبيق كده لقيت عليه مخالفتين، ومخالفتين نفس الوصف ونفس القيمة، ولكن ما مش عارف فين. فأنا يعني إيه، موضوع شاغل بالي قوي، وبدأت بقى استشير أصدقائي اللي هنا ده معناته إيه وبتاع. ولكن إن شاء الله نشوف الموضوع ده، وبإذن الله يعني إيه. انا مهم عندي بس ان انا يعني ما اخدش نفس المخالفه تاني، لان يبدو ان هم في نفس المكان في نفس الحاجه. ف ف الواحد قلق يعني. المهم، الخبر الاخر يعني كان في لقاء على البي بي سي، الحمد لله اتنشر النهارده. فيعني خبر جميل. و والمشهد ده بقى، المشهد الشمسي جاي بقى من ايه، من الشباك، بتمر من عارف على البتاع وتعمل هذا المشهد ده جميل جدا جدا، خاصة ان احنا في شهر 11 اللي هو نوفمبر، اللي هو صويت نوفمبر مش سويت نوفمبر. يعني البي بي سي الام بي سي كان فانا كنت بحب قوي الاعلانات والفواصل بتاعه الام بي سي اكتر من الافلام. كان في ابداع بصراحه في الفواصل دي. فكان يجي شهر نوفمبر يقول لك سويت نوفمبر، شهر الوقوع في الحب وحاجات من هذا القبيل يعني. هو مش سويت نوفمبر الصراحة زي ما قلنا قبل كده، هو سويت نوفمبر بسبب الكسل والخمول وانعدام الرغبة وحاجات كتيرة قوي بتحصل في الشهر. أول ما يجي الشهر ده بتحس إن الناس كلها زقطت يعني. حتى صهيبي كان بيكلمني في الموضوع دوت، كلم الجماعة في مصر نفس الكلام. فالتغيرات المفاجئة تقريبا في الجو بيعقبها تغيرات في المزاج والطاقة والرغبة وكل الحاجات دي يعني. ولكن الحمد لله هنا الشمس طالعة بشكل جميل، فبتدي لك ايه يعني، لا بتحاول تعادل تأثير سويت نوفمبر، وتخلي الدنيا ايه، ريجولار نوفمبر، له سويت وله سويت، يعني الشمس بتظبطه شوية. ده كلام جميل قوي. واي حد يا جماعة الخير، اي حد بيحس في دخلة الشتاء او في نوفمبر بالذات، بص من اول 1/11 الموضوع ده بينتشر جدا، ان هو مش مركز، عايز ينام كتير، مكسل طول الوقت، يا دوب بيعمل الحاجات اللي المفروض يعملها بالعافية. فانت تمام يعني، انت كويس، مفيش اي حاجة، هو بس نوفمبر. ده الصويت بتاع نوفمبر ايه، حط عليك لا مؤاخذة. ف حاول قدر الامكان تتعرض للشمس في اي فرصه. يعني لقيتها كده ايه، طلعت مستحيه من ورا غيامه، الحق اقف في الشمس شويه. حاول تظبط فيتامين د، عندك فيتامين د بيعادل التاثير ده بشكل كبير جدا. ويفضل طبعا انك تحلل، ويفضل انك تعمل الحاجات دي، عشان الموضوع ده مهم 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 وخطير. يعني فيتامين د مشكلته في حاجه، ان قلته ضرر وزيادته ضرر اكتر. تمام. فانت محتاج انك تكون في الايه، في السويت سبوت اللي في النص دي، علشان ما تصوتش في الناحيتين. يعني لو الناحيه دي هتصوت، الناحيه دي هتصوت، في النص هتسوت. والله دمي خفيف. فعلى كل يلا بينا. السلام عليكم. طيب يعني الأستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. ورايحين إن شاء الله النهاردة برضو للأستاذ إبراهيم يعني الإبراهيمات كتروا في حياتي اليومين دول، مش عارف ليه، بس كلهم إبراهيمات من الطيبين، من الإبراهيمات الطيبة الصراحة يعني. فرايحين للأستاذ إبراهيم حجازي، أو مش إبراهيم حجازي، علشان عنده لايف هاكينج سيشن. فيعني حاجة لا تفوت بصراحة يعني. ابراهيم حجازي، ابراهيم الهنداوي يعني. ايه الاخبار؟ نجم نجم. ده رايح لا رايح. اقعد تعالى الاول. هنسجل. بتحبك في اكل طيب والله. طبعا ما نقدرش ايه من غير بيانات الكارت ده مهمه، اي حد ممكن يسرقها، ولا مش بتاعك اصلا ده؟ اصلا صباح الفل. ماشي يا الله هيما. Security is not bolted on our appliances. Ibrahim Hegazi your host for the Fridays German. الغداء بتاع الايفنت طبعا يعني نحب ناكل هيلثي بقى، فمقدرين خضار وبتاع، بس المحشي بتاعهم بيبقى عليه رمان وبتاع وحاجات حلوه كده. وده حمص، ده اكتر حاجه بحبها في الليله. شوف الليله دي يكون اول هو ده. خلصنا الايفنت الجميل، خدنا شنطه، اهم حاجه طبعا خدنا شنطه هدايا، نعمل لها انبوكسنج بقى، ما نروح سوا ان شاء الله.
نرجع نسلم على الراجل ده الاول. ضمان سلام على الباب كده على الماشي. والله عايز يقابلك لسه، بس يعني هو فين الراجل؟ ما هو ده عايزنا نقعد في كافيه، بيقول لي 5 دقايق من هنا ماشي، بس عارفش انت وقتك ايه ظروف. ماشي نشرب فنجان قهوه تمام. قشطه يعني خلاص. لو كده عادي. خلينا اسالك الكافيه اسمه ايه طيب؟ تشينج ان بلانز. استاذ ابراهيم جاي معانا، نروح نشرب فنجان قهوه كده وبعدين ايه. يلا يا عم كنت تركب قدام يا عم. اي نعم انا بدخ ورا يعني، بس عادي يعني عشان خاطر. هنروح فين بقى؟ فين؟ ايه؟ افتح دلوقتي. ماشي. الراجل رخم عليك جامد يا استاذ ابراهيم، مش هقول لك امشي وبتاع. انا باش اقول له ايه، في حد لابس شرط احمر. معلش معلش. كانك كافيه ده. اسمه ايه؟ اوكي. طيب في يوم جديد، يوم اخر. ده كتاب باي باكر، فهم كتاب جميل قوي، انا كنت شاريه بس مش ده اللي كان جاي في الشنطه طبعا. اول حاجه النوت بوك بتاعه الفندق، ونوت بوك الورق بتاعها حلو قوي، ورق عارف الورق الناعم ده. واحلى حاجه كمان ان الناحيه ديت مش مخططه، ومعاه طبعا القلم. قلم حلو يعني، قلم تحسه ابن ناس كده وتقيل يعني، قلم تحب تستخدمه. وخطه حلو. فدي نوت بوك جميله. وهذا البوكس الجميل، this بوكس. ايه هذا البوكس بقى؟ تعالى نشوف سوا. نفتح. اوكي. دي تقريبا بتحط فيها كارت او حاجه هنا حقيقة يعني. طب ودي عشان مثلا اي دي مثلا، او لا مش عارف دي ايه بالظبط بصراحه يعني. هو انا مكسوف الصراحه، مش مكسوف يعني، عادي عادي عادي، الانسان يجهل الاشياء وبعدين يعرف ايه هو ده. تاج بتاع الشنطه، انك ايه في شنطه السفر بتاعتك قبل ما تعمل لها تشيك ان في الطياره، بتحط كارت هنا فيه بياناتك واسمك وعنوانك ورقم تليفونك، بحيث لو لا قدر الله ضاعت او اتبدلت مع حد تاني. فحقيقي حاجة مهمة جدا وحاجة مفيدة جدا والله يعني. الناس very thoughtful، أو يعني فكروا في الموضوع بشكل جيد. فديت تعلقها في الشنطة بتاعتك بحيث يعني عليها بياناتك. جود جوب. وكمان ايه فكرة ان هي مش متاحة للعامة، اي حد يشوف رقم تليفونك، لا هي مقفول عليها بالكليبس ده، بحيث ان هو ايه بس وقت الاحتياج او وقت الضياع حد هيقوم فاتحه ويقوم ايه شايف بقى المعلومات بتاعة الكارت اللي هنا اللي انت حاطه يعني. ف very thoughtful والله يعني. I think I'm gonna use it. أظن إن أنا هستخدمها. كنت أجهل هذا الأمر. ودي محفظة. بحسها محفظة، بس هل مثلا دي ممكن تبقى محفظة سفر بحيث إنك تحط فيها جواز السفر هنا، ولا دي محفظة عادية جدا وإحنا اللي بنديها أكبر من حجمها؟ مش عارف، حاسسها بتاعت مثلا جواز سفر وفيزا وحاجات من هذا القبيل. ودي إيه؟ دي بتاع إيه دي؟ الحتتين دول مش عارف. يبقى دي ممكن تحط فيها قلم مثلا عشان تملى ما علينا. بس يعني ثانك يو والله يا سايبر نايت على الحاجات الحلوه دي، هديه جميله. واكتر حاجه عجباني بصراحه البتاعه دي النوت بوك والقلم جدا.